ازاي اقدر انقل اعدادات عملتها في صفحة الفيوجن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتعلم ازاي ننقل اعدادات عملتها على سيكونس معين جوه صفحة الفيوجن وانقلها لسيكونس تاني لصفحة الفيوجن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا فرغت كروما ونفس الشطات بتاعت الكروما دي انا مش هفضل بقى اخش في السيكونس التاني واقعد اعمل نفس الاعدادات ونفس الارقام. انا هعلمك ازاي بعد ما تفرغ سيكونس معين تاخد الاعدادات دي كلها وتحطها على السيكونس التاني بطريقة سهلة جدا علشان توفر علينا وقت ومجهود. يلا بينا. انا عندي البروجكت ده زي ما احنا ملاحظين كده التايم لاين كله، كل الفيديوز اللي فيه متصور على كروما. تعالوا نشوف مع بعض كده اهو. والسيكونس ده كمان كان متصور على كروما وانا فرغتها كده في السريع وقمت ملون السيكونس على طول كده وحطيت له باك جراوند. طيب تعالوا بقى نشوف السيكونس اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اهو، لسه زي ما هو متصور على كروما، لسه ما اتفرغش. طبعا احنا شرحنا في حلقة قبل كده ان احنا بنيجي على اي سيكونس احنا ظبطناه ولوناه وظبطنا الحجم بتاعه والاوباسيتي والكروب والروتيشن وخلصنا فيه كل حاجة، متعودين ان احنا بندوس عليه كليك يمين وناخد منه نسخة كوبي ونروح على السيكونس اللي زيه اللي احنا لسه عاوزين نحط له نفس الاعدادات بتاعت السيكونس اللي قبله وندوس عليه كليك يمين ونعمل بيست اتريبلز. تمام؟ فاحنا بنعلم على كل حاجة كده، حتى الفيوجن بنعلم عليه وندوس ابلاي. بس بنتفاجئ هنا ان السيكونس نزل عليه كل الاعدادات اللي انا خدتها من السيكونس اللي قبله الا الاعدادات اللي احنا عاملينها في الفيوجن بيج. طيب احنا هنعمل ايه بقى في كل السيكونس اللي قدامي؟ اللي كل سيكونس منهم عاوزني اخش الفيوجن بيج واقعد بقى اعمل تفريغ كروما من اول وجديد واظبط الارقام نفس الارقام اللي فاتت، وكل التعب اللي انا عملته في السيكونس الاولاني علشان افرغ الكروما بتاعته هعمله في كل السيكونس دي واحد واحد. كان لازم ندور على حل اسهل من كل ده. انا بقى توصلت للحل. تعالوا كده ندخل الفيوجن بيج اهو. كليب ده لسه ما تفرغش الكروما بتاعته والكليب ده فرغت الكروما بتاعته. طيب هنعمل ايه علشان نخلي السيكونس او الفيديو اللي ما تفرغش يتفرغ زي السيكونس اللي انا فرغت الكروما بتاعته وقعدت اتعب فيه علشان اوصل للنتيجة دي؟ بكل بساطة باجي على السيكونس اللي انا فرغت له الكروما اهو وبقف على الدلتا كير دي وبضغط كليك يمين وباخد منه نسخة كوبي، وباجي على السيكونس اللي لسه ما تفرغش الكروما بتاعته وبختاره وبضغط شيفت سبيس وبختار دلتا كير وبدوس اد وبضغط على الدلتا كير كليك يمين وبختار بيست سيتنج اهو. بكل بساطة خد الاعدادات من الدلتا كير اللي انا خدتها من السيكونس اللي متفرغ، خد منها نسخة كوبي وحطيناها في الدلتا كير للسيكونس اللي لسه متفرغش، زي ما بناخد الاعدادات من الفيديو من على التايم لاين ونحطها الفيديو تاني. نفس الطريقة بس دي بتبقى من الايديت بيج ودي من الفيوجن بيج. وبرضه زي فكرة الجراب ستيل اللي احنا بنعملها في صفحة الكالر بيج، لو اتنقلنا للايديت بيج ورحنا للسيكونس اللي ما كانش متفرغ هنلاقيه اتفرغ زيه وزي السيكونس ده اللي احنا كنا شغالين عليه من الاول. بس كده يا شباب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقات، ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خير. السلام عليكم.